الجنرال المتقاعد من القوات الخاصة لسه داخل الغابة لما شاف سلك الفخ على الأرض. فرانك كان جاي يدور على رفيقه القديم جارني اللي كان متوتر ومركز جدا في الفترة الأخيرة. المنطقة حوالي الكوخ اللي جارني مختبئ فيه مليانة أفخاخ. عشان كان شغال معاه لسنين، فرانك كان عارف طرق جارني عن ظهر قلب، وده خلاه يتجاوز كل فخ ويقرب من الكوخ. بعد ما نادى كذا مرة من غير ما يستجيب له، بدأ فرانك يحس بعدم الارتياح. هو بسرعة شال شنطته والأسلحة بتاعته عشان يبين إنه مش جاي يأذي حد وعايز يتكلم بس، لكن لما مشى على الكوخ لقى المكان فاضي، وفجأة سهم دخل في كتفه. بدل ما يشيله على طول، هو سريعا لقى غطاء وبدأ يقاوم الألم الشديد وقطع السهم. ده كان هيمنع فقدان الدم بشكل كبير ويخليه قادر يقاوم. قبل ما يقدر ياخد نفسه، سهم تاني طار في الهواء. وهو بيستغل الفرصة بين الضربات، فرانك غير مكانه وركز على مصدر الهجوم. كان جارني رفيقه القديم. فرانك بسرعة شرح له الموقف، بعدين رفع ايديه ونزل على ركبته عشان يبين انه مش جاي يأذي حد. كشف له انه بسبب الفيديو المخلل اللي جارني سجله، عيلته كلها اتقتلت على ايد العميل البرتقالي. هو كان محتاج يعرف هوية القاتل الحقيقي عشان ينتقم لعيلته بيده. لما سمع كده، جارني نزل قوسه. هو كمان كان بيتطارد، بدأ يعى